السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان الأهلي يحافظ على صدارة المجموعة بالتعادل مع يانج أفريكانز. مباراة يمكن كانت صعبة إلى حد ما، يعني مش بسبب يمكن مش بسبب يانج أفريكانز قد ما هي بسبب الظروف اللي كانت فيها المباراة أو اللي قبل المباراة. يعني بداية من الظروف اللي قبل المباراة، وهي تخلف امام عاشور عن السفر فجأة. يعني الطيارة وهي طالعة ما لقوهوش امام عاشور. فطبعا اثر على الفريق، لانه كان اكيد في خطة ياس توروب كان معتمد على وجود امام عاشور في التشكيل الاساسي. ففجأة طبعا بيتغير الخطة بتاعته، لانه هيضطر يحط واحد مكانه، سواء بقى في تفكيره ان هو كان يلاعب محمد علي برمضان، او زي ما عمل ولاعب زيزو. طبعا زي ما شفت التغيير ان هو لاعب زيزو في مكان عم عاشور، فاضطر ان هو يلاعب طاهر محمد طاهر مكان زيزو. فدي بتبقى فيها لخبطه شويه في طريقه اللعب او في فكر المدرب نفسه. بالاضافه طبعا لمشكله المباراه نفسها، انها بتلعب في الظهر. مش لعيبه الاهلي مش متعودين على اللعب في الظهر، بيحبوا يلعبوا بالليل اكتر. وبالاضافه للجو، طبعا الجو كان حر، كان درجه الحراره فوق ال 30، وكان نسبه الرطوبه فوق ال 60. وبالاضافه طبعا إن الملعب نفسه، ارضيه الملعب نفسها هي نجيل صناعي على ونجيل طبيعي، يعني ارض مختلطه. فالارض هي مش احسن حاجه بالنسبه للعيبه، يعني او بالنسبه اللعيبه مش متعودين على اللعب في الملعب زي دوت. لكن عموما يعني المباراة يمكن برضو يستر حافظ على نفس التشكيل بتاعه الأساسي. هو يعني نفس التشكيل، بتغيير بين الشناوي وبين شوبير. هو بدأ بشوبير المرة دي. الدفاع كان هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وكوكا، وفي الوسط كان مروان عطية وديانج، وزيزو طبعا مكان امام عاشور، وفي اليمين كان طاهر محمد طاهر، وفي الشمال تريزيجيه زي ما هو، ومروان عثمان في الهجوم، او مروان اوتاكا. طبعا زي ما قلنا طاهر محمد طاهر مكان زيزو. مباراة يمكن الاهلي كان بادئ بشكل جيد يعني، وكان ليه فرصة. يمكن الكرة اللي شاطها محمد طاهر جنب العارضة. الشوط الاولاني كان يعني ما كانش في حاجة تذكر، يعني مفيش فرص كتيرة. لغايه في اخر دقيقه في المباراه، فاول الكره ما فيهاش اي حاجه اساسا، مش فاول. طبعا الحكم، يعني بدايه الحكم ما اعرفش جايبين الحكم الكاميروني ده منين. حكم ما بيظهرش كتير، بالاضافه ان هو كان موقوف قبل كده بسبب اداؤه في احد المباريات. يعني توقف عشان خاطر الاداء ما كانش افضل حاجه، يعني توقف قبل كده. الحكم كان سيء جدا. احنا شفنا في عنف زايد من يانج افريكانز، والحكم ما بيعملش فيها حاجه، زي ما شفنا الكره اللي اتضرب فيها طاهر محمد طاهر بره الملعب، او الكره بتاعت زيزو اتشال من على الارض. فالحكم ما كانش بيدي فاولات، في حين انه ادى انذار ما كانش بيدي انذارات، في حين ان هو ادى انذار لشوبير بعد حاجه و30 دقيقه، يعني 35 دقيقه تقريبا او حاجه كده. وفي بداعي تضييع الوقت، ما اعرفش مين اللي هيضيع وقت بعد نص ساعة او 35 دقيقة يعني. وكمل طبعا على ان الفاول اللي حسبه زي ما قلنا في اخر دقيقة تقريبا من الشوط الثاني، كرة كوكا ما عملش حاجة خالص فيها، حسبها فاول. الفاول اتلعب بسرعة بجملة تكتيكية من المدرب، طبعا مدرب يانج افريكانز ومدرب جيد جدا، مدرب برتغالي كان بيدرب انجولا قبل كده، منتخب انجولا. كرة اتلعبت دبل باس او 3 نقلات. اشبه بجون، يمكن الناس تفتكر جون مصر في جنوب افريقيا اللي جابه طارق مصطفى قبل كده، كان تقريبا نفس الشكل برضه. فاول اتلعب 3 لمسات، حسام لحازم امام لطارق مصطفى، حطها جون. فكرة بنفس الشكل راحت لزوزوا في ناحية اليمين، لعبها بالعرض. طبعا ياسر ابراهيم دخل عليه، لعبها لورا. طبعا كان ذكي يعني انه لعبها لورا، لكنه وقع على شوبير. فشوبير حاول يقوم، ما عرفش الكرة. هو زوزو بيلعبها بالعرض، طلعها ديانج للأسف مش كويس يعني. راحت للاعب ايه انجا افريكانز جوه 6 ياردة، فما كانش في صعوبة انه يحطها جون في الوقت اللي كان شوبير مش قادر يقوم من الارض، لان زوزو كان نايم على رجله يعني، فما عرفش يقوم. عشان لو كان وقف كانت كرة سهل جدا انه يمسكها يعني. فانتهى الشوط الاولاني بهدف ده، وفي هدف في اخر دقيقه، وكره ما فيش اي حاجه يعني. ما كانش يانج افريكانز ما كانش لهم خطوره يمكن في المباراه.
مع الشوط الثاني الاهلي بدأ يتحسن الاداء بتاعه وبدأ يحاول يهاجم عشان يجيب جون، وشوطة من تريزيجيه تعامل معاها ديارة. وكان ديارة كان حاسس، يعني قعد يزعق للعيبه وكان زعلان ان الكوره مسويه شوط، فالكورنر ده اتلعب لتريزيجيه اللي بينط، اللي اتزق في الهواء وهو بيلعب الكوره، كان الحكم برضه مش موجود هنا، فنزلت الكوره قدر يستخلصها تريزيجيه ورجعها لديانج اللي مباشره شاطها على طول، لمست ايد لاعب يانج افريكانز، الحكم برضه ما حسبش ضربه جزاء لكنها جت في العارضه ودخلت جون، وده كان هدف التعادل. والمباراه استمرت بالشكل ده بقى بين اهداف فرص بتضيع زي ما احنا. يمكن نسيت اقول على الشوط الاولاني في فرصه سهله جدا ضيعها زيزو، مروان عثمان اداها لزيزو شبه انفراد، لكن زيزو ما عرفش ليه لعبها بالعرض لتريزيجيه بعيد عنه كمان. وفي الشوط الثاني يمكن برضو مروان عثمان عدى من اليمين ولعب كرة بالعرض، بس كان بعيدة، يعني لو لعبها رفعها كويس كان تريزيجيه يقدر يحطها جول. آه، يمكن في اخر المباراه لما قطع ارسال فيه انفراد جه لتريزيجيه برضه ضاع، كان ممكن الاهلي يجيب جول تاني. لكن عموما يعني اللي يهمنا في المباراه انتهت تعادل، والاهلي احتفظ بالصداره زي ما هو بثمان نقط، او يعني زاد نقطه زياده كان سبعه بقى ثمان نقط، ويانج افريكانز خمس نقط. وفي الناحيه الثانيه شبيبة القبائل قدر يفوز على الجيش الملكي، قدر يفوز على شبيبة القبائل على أرضه ويطلع للمركز الثاني مكان يانج أفريكانز، بس الاثنين نفس رصيد النقط خمس نقط. وفي الآخر في النهاية طبعا في المركز الأخير بيجي شبيبة القبائل بنقطتين. أعتقد الأهلي كده قرب جدا من الفوز، طبعا لو كسب ماتش اي مباراه هيكسبها هيبقى ضامن الوصول، حتى انه لو خد نقطه هيبقى قريب جدا من الوصول اعتقد، يعني وفرصه كبيره ان هو يوصل حتى لو خد نقطه واحده بس في المباراتين القادمتين يعني. بس اتمنى طبعا الاهلي يحافظ على حظوظه ويكسب المباراتين الجايين. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.